بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في قناة مطبخنا المصري. والنهاردة ان شاء الله هنعمل السردين. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة ان شاء الله تعجبكم. طبعا هو بيتعمل صينية وبيتقلى، وكل واحد بيعمله بالطريقة اللي تعجبه. انا هنا ان شاء الله هعمله معاكم مقلي. انا جايبه 3 كيلو ونص سردين، بس مش هعملهم كلهم مره واحده، ان شاء الله هعملهم على مرتين، بس هتبلهم واملحهم معاكم ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض ان شاء الله. انا هنا عندي السردين، انا غسلاه. طبعا هو ما بيتفتحش لانه نضيف ومش بيستحمل طبعا مقص ولا حاجه، هو نضيف بيتعمل كده ما بيتفتحش، بس بنغسله كذا مره. والله انا غسلاه كذا مره ومصفياه ومنضفاه الحمد لله ما فيهوش اي حاجه. دلوقتي بقى هملحه ازاي او هتبله ازاي. هنا عندي اول حاجه الملح، دول معلقتين ملح كبار، ودي معلقه كمون اهي، ودي معلقه شطه. اللي مش حابب شطه ممكن يضيف بابريكا اهي. وهنا عندي دي راس توم انا مقشراها وفرماها اهي، لانه ما بيتحشاش طبعا فبنتبله كده. ودلوقتي بعمله كده اهو وبقلبه. انا بصفيه من الميه، ما بيبقاش فيه ميه خالص، يعني تغسليه وتروح حاطاه في المصفى تسيبيه حبه يتصفى. وبعد كده نفضل نقلب فيه كده بالتوابل والثوم والملح. طبعا بنحط له معلقتين ملح كبار، لان دول زي ما قلت 3 كيلو ونص، فلو انت عامله كيلو يعني انت بتحطي الملح بالنظر كده، والملح برضو كل واحد حسب ما يحب. في اللي بيحب ملح قليل فكل واحد براحته. اهو كده انا تبلتهم كلهم خالص كده اهو، كله بقى فيه الثوم بس كده والبهارات. بنسيبه بقى كده ايه حسب الوقت ما يسمح، يعني ممكن نص ساعة، ساعة، ساعتين، يوم كامل، حسب ما وقتك يسمح بتتبليه وتسيبيه. انا طبعا هعمل نصهم وهشيل نصهم في الفريزر متبل كده، اطلع يا دوبك يفك وايه وبقلي على طول اهو. بس كده هسيبهم بقى ايه حبه كده ونرجع نشوف هنعمل ايه كمان ان شاء الله. ودلوقتي انا حطيت الطاسه على النار وهحط الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستنى طبعا الزيت يسخن، لان ما ينفعش تنزلي السمك والزيت لسه بارد هيفتفت منك ويتهرى. دلوقتي هشيل بقى السردين بعيد عن النار، وهجيب الدقيق هنا واحط السردين بعيد حبه كده. بجيب السردين واحطه في الدقيق كده اهو بالحبه، يعني على قد الطاسه كده. بنفضه من الدقيق عشان الزيت ما يتحرقش بسرعه، يعني الدقيق هيقعد في الطاسه كده يتحرق منك بسرعه ويسود الزيت معاك. انت تنفضيه كده السردين. بسم الله ما شاء الله طازه منتهى الجمال. ما بيستحملش معاكي في السوا، يعني مجرد ما يحمر كده بنطلعه.
الخوص لما بيغسلوا اصلا. نقلبهم كده مجرد ما يصفروا معانا اهو. طبعا ممكن تقلبي بالواحده ايه اهو. بس كده. ودلوقتي هطلعه. بسم الله. اهو. واحط بقى اللي انا عاملاه كده. بسم الله. هي اكله مغذيه واقتصاديه في نفس الوقت. بس كده. وبكده خلاص نكون عملنا اكلتنا. حبه سلطه اهو.
بس كده، انا مرضتش اكمل باقي الاكل عشان ما اطولش عليكم الفيديو. استكفيت بحبه السلطه دول. وبكده نكون انتهينا من عمل السردين المقلي. جربوه بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم، وبالهنا والشفا. واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.